السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ مزيان لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الخوت جبت لكم واحد الفيديو، الشيخ جزائري تكلم فيه على المباراة اللي كانت غادي تكون ما بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان. كما شفنا وشاف الشعب المغربي وشاف الشعب الجزائري واحد انتقادات كبيرة من طرف الشعبين، بالنسبة للشعب المغربي ولا بالنسبة للشعب الجزائري. حتى واحد ما قصر من الجهة ديالو، كل شيء كان واحد انتقادات اللي كبيرة بزاف. دابا غادي نشوفوا الشيخ الجزائري كيتكلم عن هذا الشعبين اللي هو الشعب المغربي والشعب الجزائري، وعن هذه المباراة اللي كانت غادي تكون ما بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان. نشوفوا لا فيديو ديالو مع بعض. هذه رسالة إلينا نحن كجزائريين ورسالة إلى إخواننا المغاربة. واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وقال تعالى وأنا ربكم فاتقون. والله العظيم يعني ما رأيناه حدث مؤخرا شيء يعني يندى له الجبين، وشيء مؤسف جدا، لأنه احنا نعرفه باللي أنه مثل هذه التصرفات تصرفات جاهلية. يعني وعلى جال واش؟ على جال كرة الندم، على جال هذا الجلد المنفوخ نخسر إخوان. قال لك على جال واش؟ على جال كرة الندم، ماش كرة القدم. هو ماشي زعما ما عرفش يقولها ولا باش الانسان يحطها في دماغه هذه ويحط فكرة. هو قال كرة الندم ماش كرة القدم. كملوا الفيديو. نخسر إخواننا، واحد السب، واحد التقريع بيننا، واحد شيء عجيب جدا. إخواننا يقتلون في غزة ويدبحون، وإحنا نتناحر بيننا من أجل كرة الندم. ما نقولش كرة القدم، كرة الندم. هو باش الناس ما تشيش غلطة ومشيش غلطة بزاف، قال لك على جال واش؟ على جال كرة الندم ماش كرة القدم. باغي الانسان باش يحط هذه الفكره هذه في دماغه مليح على بالنسبه للشعب الجزائري والشعب المغربي. يقول لك لا ما عرفش يقول كرة القدم، قال كرة الندم. غير توضيح بسيط فقط. من أجل كرة الندم، ما نقولش كرة القدم، كرة الندم فرقت الرجال. وسبحان الله معروف عندنا احنا كجزائريين كمغاربة، عباك بلي أقرب الشعوب إلينا. واحد النقطة غادي نقول لكم الخوت، سي وعنده الصح فيها. أقرب الشعوب هو الشعب المغربي والشعب الجزائري. علاش؟ أنا شخص عشت في الجزائر مدات اللي طويلة ماشي قصيرة، وشايف التعامل الجزائريين وشايف المعيشة الجزائرية كيفاش داير. أقرب شعوب بالنسبة للتقاليد، المواد الأساسية اللي تستعمل، الخضر، الفواكه، بالأكل، زعما الطبخ، أي حاجة ما كاينش ديفيرونس نهائيا. نكملوا الفيديو ديال هذا الشيخ هذا. حدود لكن سبحان الله علاش هناك نقاط اجتماع كثيرة. أولا يجمعنا الدين، تجمعنا اللغة، احنا نفهموا ما يفهمونا، العادات والتقاليد، هادو كلها هدمناها من أجل كرة قدم ولا كرة ندم. سبحان الله العظيم. وكاين سفهاء من طرفين، بعض سفهاء هم الذين أثاروا نار الفتنة، بصح لابد للعقلاء أن يتحركوا. هذوك خوتنا في الله وإحنا خوتهم في الله، يجمعنا الإسلام يا إخوان. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بين بعض الصحابة الأمر قال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ورب العالمين يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة. أبك احنا وهما شيء واحد. دوكا ما أفسدته السياسة الله يسهل عليهم. كيفاش نخلي السياسة التي هي فن الكذب تفسد مودة الإسلام بيننا؟ بلي كاين بزاف روابط بيننا. وقلت لك عندنا خوتنا من كل بلدان، خوتنا المسلمين كما على الإسلام. أنا مادام مسلم خويا في الله، مادام مسلم، بصح عندنا واحد الخاصية بيننا وبين المغاربة أننا قرب لهم بزاف، حنا هما كذلك. فري الخوت، النقطة هذه نعاود نكررها. أقرب الشعوب باش تعرفوها، أقرب الشعوب ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري والشعب المصري والتونسي، أقرب شعوب إلى بعضهما هو ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. هذا قريب لهذا بزاف. أنا ماشي بالتجربة الخوت، عندي هذه التجربة بلا ما يقول هذا الشيخ هذا، عندي بالتجربة أنا. مش نقول زعما هذا الفيديو هذا سمعتو من هذا الشيخ هذا ونجي نطرحو عليكم ونقول لكم من هذا الكلام هذا زعما لا راه يقول هو فقط، لا. بالتجربة بصفتي كشخص أنا عشت تما معاهم. أقرب الشعوب ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري، قريب بزاف في الدين، في الأكل، في الطياب، في أي حاجة. لا بالنسبة لافوا قريبة بزاف.
بالنسبه للشرق بين وجده، بركان، احفير، بني درار، هادو سير هاد المدن هادو. بالنسبه لتلمسان، مغنيه وسير ودوك النواحي هادو قرب لافوا بزاف. الا جبنا لكم زوج، واحد مغربي وواحد جزائري، واحد من احفير، واحد من مغنيه، وحطينا لكم في زوج، وحنا قلنا لكمش هذا مغربي وهذا جزائري، لا جبنا لواحد جزائري ولا واحد مغربي وقلنا لهم قلنا، وبداو يتكلموا لهم في زوج كيتكلموا لهم، وقلنا لهم قلنا انا هو المغربي وانا هو الجزائري. ما يعرفش يفرق بالنسبه لافوا اللي كيتكلموا بها، ما يعرفش يفرق ما بين مغربي وجزائري، ما يفرقش بيناتهم نهائيا. اما يقول لك هادو مغاربه في زوج، او يقول لك هادو جزائري في زوج، ما يقولكش هذا مغربي وهذا جزائري. قوت الكلام اللي متقارب بزاف بيناتهم. نكملوا الفيديو تاع الشيخ هذا. نجي سبحان الله على هذه كرة ما تسوى والو يا اخي. وبعض السفهاء منا ومنا من الطرفين ايضا يشعلون نار الفتنه. هذاك خويا في الله وانا اخوه في الله سبحان الله. دوك كاين نزاعات سياسيه ليس هذا، حنا خاطينا السياسه، حنا دين واسلام وتربيه واخلاق ان شاء الله تعالى. فالانسان لا يخوض في مثل هذه الامور يا اخوان. اللي يجي يهضر يقول لك هذاك خويا في الله، خويا في الله وانا اخوه في الله. والله تعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال فاتقون سبحانه وتعالى. كما شتا الخوت، هذا هو الشيخ الجزائري اللي ما شاء الله عليه، اللي وصل الرسالة إلى كل شعب مغربي أو لكل شعب جزائري، للناس اللي راهم غالطة وتبغي تنشر فيديوهات الفتنة، وهذا يتكلم في هذا وهذا يسب في هذا وهذا يقول كلام قبيح في هذا. اللي قال لك نحن إخوة وأقرب شعوب إلى بعض هو الشعب المغربي والشعب الجزائري. بغيت أي واحد شاف هذا الفيديو البارطاج وثم البارطاج باش يوصل دوك الناس اللي راهم غالطين بزاف ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. حنا الخوت راه ما حرناش نديرو فيديو ونبقاو نسبوا فيه الشعب الجزائري، نقولوا كلام الفتنه، ومازال غادي ندير فيديوهات الخوت على دوك الاشخاص اللي كيديروا الفتنه. شفت انا فيديوهات منهم ناس كيبغيو يجروا في الفتنه، غادي ندير فيديوهات عليهم. اي فيديو تحطوا الفتنه غادي ندير فيديو عليه. هذا هو الفيديو ديالنا. ما تنساوناش تعطيو رايكم في التعليق عن هذا الفيديو وعن هذا الشيخ هذا. رحنا ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري اشقاء. هذا هو الفيديو ديالنا. ما تنساوش تعطيو رايكم في التعليق. تهلاو في راسكم.